الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فلا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فذرهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ذهب الله بهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصبعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمع البصر إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن
سورة من مثله ولو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتيهم متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكونوا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. واعلموا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله يخوف بهما عباده. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini, pertama kali khatib sampaikan khusus kepada diri khatib sendiri, serta mengajak kepada para jamaah sekalian agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, agar bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sedang menunjukkan kepada kita tanda-tanda keperkasaannya. Masyarul hadirin, sesungguhnya gerhana matahari merupakan bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan tidaklah terjadi sebagaimana dipahami, sebagaimana diperkirakan oleh sebagian orang, bahwa terjadi karena adanya raksasa, bahwa terjadi karena adanya makhluk besar yang memakan atau menelan matahari atau bulan tersebut. Sehingga sebagian daripada mereka kemudian melakukan hal-hal yang salah. Mereka memukul sesuatu, memukul benda-benda tertentu dengan kepercayaan bahwa untuk mengusir atau agar supaya raksasa tersebut mengeluarkan kembali matahari atau bulan yang ditelannya. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita datang karena iman, kita datang karena kepercayaan dan keyakinan kita bahwasanya peristiwa ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah tunjukkan kepada kita kebesarannya. Allah perlihatkan kepada kita keperkasaannya, bagaimana matahari yang secara bobot 1 juta kali lebih besar daripada bumi, Allah dengan mudah gerakkan dengan kecepatan 12 mil per detiknya. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini matahari yang ukurannya 1,2 juta kali lebih besar daripada bumi, Allah sembunyikan, Allah tutupi cahayanya melalui peristiwa yang kita kenal dengan gerhana matahari. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada peristiwa ini
terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia yang mau berfikir. Pada peristiwa ini terdapat peringatan, terdapat pelajaran bagi kita sekalian yang mau berfikir bahwa jikalau benda yang besar, benda yang seberat itu dapat Allah gerakkan dengan mudahnya, dapat Allah tutupi dengan mudahnya, maka bagaimana dengan makhluk yang sangat kecil yang disebut dengan manusia ini? Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat manusia yang mau berfikir dapat menyadari, dapat memahami bahwa akan datang suatu masa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini dengan mudahnya. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang gugur berjatuhan. Masyarul hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu alam semesta dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ar-Rahman, dalam Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja," ketika bumi digoncang sekuat-kuatnya, wa bussatil jibalu bassa, dan ketika gunung-gunung dihancurkan, diluluhlantahkan, fa kanat haba'am mumbatha, ketika itu seluruhnya menjadi seperti debu yang berterbangan. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu manusia baru menyadari alimat nafsum ma ahdarat, betapa salahnya, betapa durhakanya manusia selama ini, betapa salahnya, betapa durhakanya manusia kepada Tuhannya selama ini. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka tiada dapat kembali, ketika itu mereka tiada dapat berlari, mereka bertanya-tanya, ainal mafar, di mana tempat berlari? Kalla, tidak ada tempat berlari. La wazar, tidak ada tempat berlari, tidak pula dapat kita kembali. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu yauma yafirrul mar'u min akhih, seseorang akan berlari meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa abih, mereka meninggalkan ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banih, mereka meninggalkan istri, pasangan dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, mereka hanya mengurusi urusan mereka masing-masing, mereka tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan dan banyak peristiwa Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kepada kita sebagai alat, sebagai cara Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami utus, tidaklah kami kirim tanda-tanda kebesaran kami melainkan supaya menjadi alat, supaya kita menakut-nakuti hamba-hamba kami. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini gerhana matahari pada hari ini adalah tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan agar kita takut dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadari atau tidak, di era sekarang ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah krisis daripada umat manusia. Kita bukan krisis ilmu pengetahuan, kita bukan krisis ekonomi yang sebenarnya, dan yang paling parah sebenarnya adalah krisis rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, kita mempertontonkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempertontonkan pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada malu, tiada takut, dengan terang-terangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzina, kemaluan berzina, mata memandang yang haram, telinga mendengarkan yang haram, mulut berucap yang haram, badan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan, kita tampakkan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita berkumpul di sini, kita berhimpun di sini karena kita sadar kita adalah hamba yang lemah, kita adalah hamba yang banyak khilaf, kita adalah hamba yang banyak lalai, kita adalah hamba yang lemah sehingga kita sering kalah dengan maksiat-maksiat kita. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa gerhana adalah isyarat akan turunnya sebuah bencana besar. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat, kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena
Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan, dianjurkan untuk banyak bersedekah, banyak menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah akan dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap, kita berdoa selalu, sebanyak-banyaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus memperbanyak permintaan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang, Allah Subhanahu wa taala sayang, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang berdoa. Justru Allah marah, justru Allah murka ketika seorang hamba tiada mau dan enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah, Allah akan murka jika engkau berhenti berdoa meminta kepadanya. Wa bunayya Adam hina tas'aluhu yaghdabu. Berbeda dengan anak Adam, berbeda dengan manusia, teman kita, saudara kita, tetangga kita, mereka akan marah jikalau kita banyak meminta, banyak permintaan kepada mereka. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, dan melalui bulan Ramadan yang diberkahi ini, kita meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita, keluarga kita, murid-murid kita, dan orang-orang tercinta kita dalam iman, dalam Islam. Kita diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diistiqomahkan dan dicondongkan hati kita kepada orang-orang yang beriman, dicintakan hati kita kepada para ulama, kepada orang-orang yang soleh, dan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ilaihil marji'u wal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qaidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil 'uyunu bin nazar وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ألا وأكثر الصلاة والسلام على خير الأنام. إنه قد صح في حديثه أنه قال: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اغفر واجبر واستر
بما أنت أهله في الجهر والسر. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، زكنا بها قلبا وجسما وروحا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.